بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. من اللغات التي أثرت في لهجتنا الجزائرية هي لغة القرآن الكريم، وقد أوردت عدة حصص عن الألفاظ القرآنية في لهجتنا الجزائرية، واليوم بإذن الله عز وجل حاولت أن أتطرق إلى أسماء الحيوانات والحشرات الموجودة في لهجتنا الجزائرية، وهي أسماء كلها وردت في كتاب الله عز وجل. من الأسماء المذكورة في القرآن الكريم: البغال، الحمير، الكلب، الأسد، الحوت، وأسماء الحشرات أيضا النمل، القمل، يعني وغيرها من الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. فأسماء الحيوانات وأسماء الحشرات التي وردت في القرآن الكريم كلها ننطقها بنفس الاسم وبنفس اللفظ الذي ورد في القرآن الكريم. وأحيانا هناك بعض الكلمات القرآنية التي لها في اللغة العربية عدة أسماء، ولكن نحن ننطقها بالاسم الذي ورد في القرآن الكريم. فمثلا إذا أخذنا اسم الأسد في اللغة العربية فقد ورد له تقريبا 500 اسم، 500 اسم ذكرها ابن خلوية لأسماء الأسد، يعني منها أسامة، حيدر، الليث وغيرها من الأسماء. ولكن اسم الأسد الذي نذكره ونتلفظ به في لهجتنا الجزائرية هو السبع، هو السبع المذكور في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: وما أكل السبع. فالأسد ذكر في القرآن الكريم باسم السبع، وباسم أيضا قصورة، يعني فرت من قصورة أي من الأسد. أيضا نستعمل في لهجتنا كلمة الحوت، يعني بدل السمك المستعمل في اللغة العربية والتي يستعملها المشارقة، والحوت أكثر يعني فصاحة من السمك، لأن كلمة سمك هي كلمة سواحلية، كلمة من اللغة السواحلية، وهي لغة إفريقية. فقد ورد في القرآن الكريم: فالتقمه الحوت وهو مليم ولا تكن كصاحب الحوت، وغيرها من الآيات التي ذكر الله تبارك وتعالى فيها الحوت. فنحن نقول في لهجتنا الجزائرية نقول الحوت، يعني ولا نقول السمك. أيضا اسم الكلب، الكلب مثلا وردت له عدة أسماء في اللغة العربية. وعلى ذكر الكلب هنا أتذكر قصة المعري الذي دخل لكي يحضر حلقات العلم للشريف الرضا، والمعري كما تعلمون وهو كفيف يعني أعمى، عفست رجله على أحد الحاضرين، فقال له: من هذا الأعمى الذي، أو من هذا الكلب الذي عفس على رجلي؟ فرد عليه المعري قائلا: الكلب من لا يعرف للكلب 70 اسما. فللكلب يعني 70 اسما. أورد هذه الأسماء بعد ذلك الإمام السيوطي بعد 5 قرون في أرجوزة سماها التبري من معرة المعري، وقد أوصل أسماء الكلب إلى 66 اسم، يعني اقترب من 70. ولكن مع ذلك فنحن نقول الكلب، ولا نقول للكلب اسم الكلب نقول له كلب، يعني كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: مثله كمثل الكلب
إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، وغيرها من الآيات التي ذكرت اسم الكلب. وبالمناسبة حتى الكلب يعني كلمة انتقلت إلى اللغة الفرنسية، إلى المعجم الفرنسي باسم كلاب. كلاب يعني في معجم فلاروس وفي روبير، كلاب هي شيان. وكثير من الكلمات الأخرى من لهجتنا الجزائرية التي انتقلت إلى المعجم الفرنسي، من بينها مثلا كيف كيف، طبيب، سوق، بلاد، وغيرها، يعني وغيرها من الكلمات من لهجتنا الجزائرية التي تحينت أو حينها المعجم الفرنسي.